السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ معاكم جاد من مطبخ دودي. هنعمل مع بعض النهاردة وصفة حلوة قوي لللانش بوكس بتاع الأطفال، والفطار بتبقى حلوة جدا. هنعمل مع بعض الكرواسو، هيطلع كده زي ما انتوا شايفين هاشش وقطني قوي من جوه، ومقادير بسيطة جدا هنطلعه احلى كمان من بتاع الفرن. وهنعمل منه كمية حلوة قوي، ينفع تشيليه اللانش بوكس، يعني من نص كيلو، من 5 كوبايات دقيق عملت كمية حلوة قوي منه. معايا هنا بقى كوبايتين من اللبن، ومعايا 4 معالق من السكر كبار، ومعايا معلقة كبيرة من الخميرة، ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر، وربع معلقة من الملح. ومعايا بيضة خدت الصفار بتاعها شلت، هنحط بس البياض بتاعها. ومعايا بقى نص كوباية من الزيت. هنزل كده بالبياض، نزلت كده معايا بالبياض، هنزل بقى بنص كوباية الزيت. والصفار احنا شلناه عشان هندهن بيه الوش، هي بيضاية، خدنا الصفار بتاعها شلناه ونزلنا بالبياض. هنزل بمعلقتين خل بقى معايا. الخل بيبقى حلو قوي في المعجنات، بيفتحها كده وبيديها بردك، بيبقى مصحح حلو قوي يعني ليها. هنضربهم كده كلهم مع بعض. واللبن انا نزلت بكوبايتين اللبن دافيين، مش ساقعين، يعني ننزلوا بيهم دافيين. هقلب بقى كده شوية فيه، وبعد كده هنزل بالدقيق من اللي معايا شوية شوية. هنزل كده حبة حبة، مش هنزل يعني بالدقيق مرة واحدة، هنقلبه يختفى وبعد كده هنزل بالباقي. الطريقة دي بتسهل قوي في العجن معانا يعني. هفضل اقلب كده لغاية ما يختفى وبعد كده هنزل بالباقي. هنزل كده بردك بباقي الكمية اللي معايا واحدة واحدة. هفضل بردك كده اقلب لغاية ما يدوق، ما يختفوا يعني الدقيق، بعد كده هنزل بالباقي. هنزل بقى كده بالكمية اللي معايا. هنا بقى كده خلاص انا هبتدي ان انا اعجن بقى. هتاخد معايا بالظبط في العجن 12 دقيقة، يعني لو على العجان هتاخد 6 دقايق 7 دقايق معاكي. وهتبقى فيها سنة تلزيقة كده، بس مش بتلزق قوي، يعني هتبقى فيها في ايدينا لما تخلص سنة تلزيقة. بعد كده هحط بقى في البولة معايا رشة كده من الزيت، وهدهن الوش بتاعها زيت، وهسيبها تخمر كده من نص ساعة ل35 دقيقة. هي خدت معايا 35 دقيقة على حسب الجو عندنا. هنا بعد ما اختمرت بصوا ما شاء الله، هطلع منها الهواء وهقسمها على نصين. هقسمها كده على جزئين، وهسر كده الجزء التاني. هنا كده هسرها وهحطها على جنب بقى، ورشيت كده معايا على الرخامة دقيق، وهبتدي بقى ان انا افردها. وهوريكم السمك اللي احنا هنبقى عايزينه في الاخر. نفردها كده فردة كبيرة يعني، وخليها اقطعها على جزئين احسن عشان تعرفي تتحكمي فيها يعني. بالشكل ده كده هفضل افرد. هنوصل كده للسمك ده كده تمام، يعني نص سنتي بالظبط كده وخلاص. يعني ما نحاولش ان احنا نعرضها عن كده. معايا بقى 3 معالق كده من الزبدة، هفردهم على العجينة بتاعتي بالشكل ده. دي بقى اللي هتدينا التوريقة من جوه كده، وهتبقى حلوة يعني. هنفضل بقى نفرد كده فيها. والنص التاني برضك انا هعمله بنفس الشكل، بس انا مش هجيبه معاكم عشان ما اطولش الفيديو. هنقطعها بقى الاول كده على جزئين، وبعد كده هقطع الجزئين على 4. هقطع كده على 4 ارباع، وهقطع الربع الواحد على 3 بالشكل ده كده. الربع نقطعه على 3، لو عايزينها اصغر من كده ممكن ان احنا نصغر فيه، يعني في ربع انا قطعته على 4 عشان لقيتها كبيرة شوية. فاحنا بقى نتحكم، يعني عايزينها اكبر من كده اصغر من كده احنا اللي هنتحكم فيها يعني. وهنحط بقى الشوكولاتة بتاعتنا كده بالشكل ده. الحشوة بردك زي ما احنا عايزين نحط لها جبنة ونلغي الشوكولاتة، بتبقى حلوة بردك. اي حشوة احنا عايزين نحطها. حشيتها كده بالشكل ده. لفها بقى كده معايا زي الرول يعني. هنبرمها كده، وبعد كده نقفلها من تحت بالشكل ده، تطلع معانا كده بالشكل ده. هفضل بقى الفها كده. هي اللفه بتاعتها سهله قوي وبتطلع مظبوطه معاكي. اهم حاجه بس ان انتي تلفيها كويس وتقفلي من تحت عشان ما تفتحش معاكي، بعد ما تخمر ما تلاقيش فتحت. بالشكل ده كده. هعمل بقى كله كده بالشكل ده. بصي لفتها سهله جدا، وبقفلها كده من تحت معايا. بتك بقى عليها من تحت عشان تقفل. هنا بقى انا هعمل الوش بتاع اللي انا هدهن بيه. معايا هنا صفار البيضه اللي احنا شلناها،
ومعايا كيس من الفانيليا، وهحط عليهم معلقة من الخل، وهقلبهم كده وهدهن بيهم بقى الوش بتاعنا. بس كده معلقة كده كبيرة من الخل مع الفانيليا. ولو عايزين نلغي البيضة مثلا وندهن وشها بلبن او بمية وسكر بتبقى حلوة برضه، بس البيضة كده بتديها لمعة هنا بقى بعد ما اختمرت معايا سبتها نص ساعة، اختمرت بالشكل ده. المقدار اللي احنا عملناه ده طلع لنا صينية بالشكل ده، وطلع لي صاج كبير، يعني طلع معايا كمية ما شاء الله حلوة قوي. اهم حاجة بس واحنا بندهن ما نتكش عليها عشان ما نطلعش الهواء منها. في الوقت ده كده انا مشغله الفرن من قبلها ب10 دقايق، يعني لازم تخش على فرن سخن. هندخلها بقى الفرن، اول ما هتاخد كده لون من تحت هنطلعها على طول على الشوايه، يعني نحطها تحت الشوايه. مش بتاخد وقت معانا في الفرن، يعني ممكن لو الفرن بتاعنا عالي هتاخد معانا ربع ساعة بالظبط، بس نتابعها كويس. هنا بعد ما طلعوا بقى من الفرن بوريكم الصاج اللي طلع معايا. وهنا ده شكلها كده بعد ما خلصت. بصوا ما شاء الله هشة قوي وطرية قطنية جدا من جوه بقى، والشوكولاتة فيها بصوا عاملة ازاي. وبدهن وشها اول ما بتطلع كده دهنة من الزبدة، وبغطي وشها كده ربع ساعة كمان عشان ناخده منها طراوة اكتر يعني. وبتطلع بالشكل ده ما شاء الله. وبكده حبايبي يكون الفيديو بتاعنا خلاص. لو عجبكم الفيديو متنسونيش في اللايك والشير وكومنت حلو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.